حاكمينهم ينفخوا غير في العجلات كما كانوا يديروا جماعة السيارات. ثاني حاجة قال لهم لازم نلقوا بديل للعملة الدولار. لطيف. هذا الناس اللي يعرفوا وسمعوها زيتي شوكي. الناس اللي ما يفهموش الاقتصاد بانت لهم عادي، تبون غادي يحارب الدولار. انت تعرف باللي الدولار ان امريكا قادره تحرك النووي على جالو؟ هل تعلم هذا الشيء ولا ما بالك؟ عملة الدولار لو كان دخل فيها يضربونا بالنووي. انت تروح لروسيا اول حاجه وقت حرب والعداء الغرب كله ضد روسيا، انت تروح توري شطارتك باللي انت راك مع روسيا، بعد اقعد بلد محايد، اقعد من بعيد، عاون روسيا وعاون امريكا وسيس هذا وسيس هذا، بصح قعد سياستنا محايده. احنا ما عندناش اقتصاد سليم، ما عندنا والو، اون ديبون توجور دو لامبورتاسيون، يبلعوا عليك لامبورتاسيون تموت. كيفاش تدخل انت في صراعات كيما هذه وتنحال وتروح تنحال الى روسيا وتخلي امريكا واوروبا نورمال؟ بانت لك هذه سياسه. هذه وجهه نظري انا. نبقى الجزائر محايده. شوف من نكون مع الديب ما نبكي مع الراعي. خويا نقعد كيما سويسرا ما ندخلش روحي. خويا انا صاحبكم كاع كيما راكم، ندير الامن معاكم كاع كيما راكم، ما نربحش العداوه، نربح الملاحه مع كاع الناس. تروح تقول نعطوا البديل للعمله الدولار، هذا اعلان حرب على امريكا، وهذا سيكلف الجزائر ثمنا باهظا في المستقبل. واش صرا؟ بعد ما هدر هذه الهضره ورجع، واش صرا؟ عن الدولة اللي قدامنا المغرب، امريكا قدمت اجهزه عسكريه مجانا لدوله المغرب. بطل. سي لا ريبونس. سي لا ريبونس ديريكت. اللي ما فهمهاش ما فهم والو في السياسه. سي لا ريبونس. فهمت؟ بيان سور. وانا نقول لك حاجه واحده اخرى للشعب الجزائري ربما ما يعرفهاش. الان امريكا غادي تدير ضغط على الامم المتحده حتى تستعرض بالصحراء المغربيه سكاره في الجزائر. انتم حيين وانا حي، دوك تشوفوا واش رايحين يديروا. لان في ازمه حرب وعلاقات وضرب الاقتصاد العالمي. قلت ما تهضرش بالهضر، قلت لك ماهوش مسؤول تبون كي يهضر، يبدا غير يطرش. لهذا انا دائما نخاف كي يبدا يهضر. دنا 60 داهيه في روسيا تهضر هذه الهضره. ربي يجيب الخير. لازم شوف باش نفهموا حاجه. هو من المنظومه الفاسده القديمه، نحبوا ولا نكرروا. تبون ماهو سليم، تبون فاسد في منظومه 20 سنه فاسد. كيفاش يولي رئيس؟ الهيستوريك تاعك خامش، ما تقدرش تكون رئيس. لازم رئيس نظيف، رئيس ما عندوش علاقه مع العصابه، رئيس راجل يجي يخدم الجزائر. هذا نعاونوه. حطوا رئيس يتفقوا عليه الشعب الجزائري، نخدموا بلادنا على العين والراس. 2024 ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اما هذا من المنظومه الفاسده القديمه، كي ولا رئيس ولا صحابي ما يختارش يولي فاسد، يقعد فاسد. انا ما يجيش يلعبوا هذه. انا قلت لكم هذه اللفعه بدلت جلدها فقط. نفس المنظومه الفاسده جيناوهم هذو وخروهم، جابوا ناس واحد اخرين خدموا نفس المرام يخدموا في المسار تاعهم، ما تبدلت حتى حاجه. الجزائر جديده هذا خليه عبد الله بن قهيم في الرئاسه. ما يتسرعوش في الاحكام تاعهم، ما يتسرعوش في القرارات تاعهم، يوزنوا كلامهم قبل ما يهضروا. لان انت كي تتكلم العالم راه يشوف. احرز روحك واش تتكلم. واش تقول لي؟ مانيش نتكلم مع جماعه شباب في الشارع نوري لهم انا